كتحشمك رائحه العرق الكريهه في الملابس ديالك فاش كتكوني في الشارع او في العمل او امام الناس، انا اتحمل المسؤوليه إلا بقات فيك الريحة ديال العرق الكريهة. نعم، أتحدث على رائحة العرق الكريهة اللي بزاف ديال الناس تعانيوا منها. ما نجحاتش معاك، رجع لعندي والغي الاشتراك. وهنا قبل ما نبدا الوصفه ديالي، الخطاب ديالي موجه للناس اللي ما عندهمش الوقت انهم يوجدوا وصفات وباغيين يسافروا كيمشيو العمل ديالهم. بغيت نشارك معكم هاد الديودورون الطبيعي اللي خالي من مواد كيماويه اللي كنستعملو حتى انا كنستعملو فاش كنبغي نسافر او ما عنديش الوقت نصاوب الوصفات. كيعتق ليا وليداتي بنتي، يعني صالح للرجال، صالح للعيالات، صالح للدراري الصغار. يعني ديروه وما تخافوش نهائيا. بالنسبه للرابط انا غنخليه لكم فوق الفيديو، اللي بغاه مرحبا بكم. راه غادي تحتاجوه، اكيد غتحتاجوه، واحسن كيف ما قلت لكم ما فيهش مواد كيماويه. اولا غادي نحتاجو الطماطم، ولكن غادي نحتاجو فقط الماء ديالها، ما نحتاجوهاش يعني كامله. انا البنات غنحكها ونرجع البنات كيف ما شفتوا. هنا حكيتها، ولكن غادي نحتاج فقط الماء. غادي نصفيها في هذه المصفات هذه، لانني فقط غادي نحتاج الماء ديالها، هذاك الماء اللي فيها. صافي البنات كيف ما شفتوا، ها هو الخليط ديالنا او العصاره ديال الطماطم. من بعد غادي نضيف ملعقه صغيره ديال البيكربونات. راه رخيصه البنات وراه متوفره في اي مكان في الصيدليات، في الناس اللي كتبيع اللوازم ب5 دراهم، يعني فين ما مشيتو غادي تلقاوها. وكذلك غادي نضيف بعض القطرات ديال الخل على هذا الشكل هذا. حتى الخل راكم عارفينه تيقضي على الميكروبات والجراثيم في اي منطقه. صافي البنات في هذا الاثناء غادي نخليها حتى تجانس ليا العناصر مع بعضها. غنخليها على الاقل واحد 5 دقائق، وغادي نرجع معكم باش نوريكم الطريقه بالتفصيل ونكملوا كذلك حتى الوصفه. كما شفتوا ها هي الوصفه تجانست لينا مع بعضها هكا. خصها تكون يعني كتكون صافي تفاعلات الخل مع الطماطم مع البيكربونات، كتكون تفاعلات. دابا ان شاء الله غادي نقلب لكم الكاميرا باش نشرح لكم الطريقه بالتفصيل. ودابا البنات غادي نمر معكم الطريقه الاولى ديال البخاخ. هذا البخاخ البنات كيف ما شفتوا وشنو قلت لكم، هو كيقضي على البكتيريا اللي كتسبب لنا في الرائحه ديال العرق، وكيقضي عليها بواحد القوه رهيبه، لانه اصلا شفتوا المكونات ديالو. فيه الماء ديال الطماطم، وكذلك فيه الخل، وكذلك فيه البيكربونات. هاد الوصفه هذه البنات غادي نجيو للمنطقه اللي تيكون فيها عندنا العرق يعني بكثره، او فيها رائحه العرق الكريهه. كاينين بزاف ديال الناس اللي كنلقى التعليق ديالهم اللي تيكون عندهم رائحه العرق هنايا، كاين اللي كتكون عندهم بين يعني الفخذ والركبه من وراء، كاين اللي كتكون عنده هنا، كاين اللي كتكون عنده في الابطين، كل واحد وفين كاين اللي كتكون عنده بين الفخذين، كل واحد وفين كتكون عنده الرائحه ديال العرق الكريهه. ما عليه يجرب غير هاد الوصفات هاد الوصفه هذه غادي تجيو للمنطقه اللي عندكم فيها رائحه العرق، وغادي ترشوا على هذا الشكل. يا اما البنات توضعوه في بخاخ وترشوه على المنطقه اللي عندكم فيها المشكل، او يعني تجيبوا قطنه على هذا الشكل هذا، ويعني الا ما كانش عندكم بخاخ ماشي مشكل، على هذا الشكل هذا، وتجيو المنطقه اللي عندكم فيها المشكل وغادي تدوزوها على هذا الشكل هانتوما كيف ما كتشوفوا، وغادي نخليوها مزيان. خاصنا نعمروا المنطقه مزيان هانتوما حتى تولي هانتوما شتي تولي بحال اللي كتقطر، ونخليوها تقريبا ربع ساعه. نخليوها ربع ساعه. غادي نجي وغادي نجيبوا اي منديل عندنا هكا، يعني دوك البقايا ديال الماء اللي او ديال هذه الخلطه هذه، داك البقايا اللي بقات غادي نشفوها على هذا الشكل هذا بحال هكايا. غير هو قبل خاصنا نكونوا نظفنا المنطقه ديالنا مزيان. علاش؟ لانه البنات مثلا اليوم عرقيتي هادوك يعني دوك البكتيريا او دوك الجراثيم عرقيتي وما دوشتيش، هادوك الجراثيم تيبقاو في المنطقه. عاوتاني نغد ليه، عاود عرقيتي وما دوشتيش، عاوتاني هادوك الجراثيم تيولي جراثيم على جراثيم، جراثيم على جراثيم.
هادوك الجراثيم فاش كيوليو يتكاثروا على بعضياتهم تيوليو يعطيونا الرائحه كريهه ورائحه يعني ما يستحملها حتى شي واحد. اول حاجه غادي نستعملوها او غادي نحتاجوها في هاد الوصفه هذه اللي هي الشبه مطحونه البنات. هنايا 2 ديال الملاعق ديال الشبه مطحونه، حتى 3 على حسب نتوما الكميه اللي بغيتو تستعملوا، يعني باش تحتفظوا بها مده طويله يعني او تبقى معكم واحد المده اللي الفتره ديالها طويله، ما تخافوش نهائيا. ثاني شيء البنات غادي نستعملوه هو زيت جوز الهند البكر، كيف ما كنأكد عليكم دائما في الفيديوهات ديالي يكون بكر واصلي. نستعمل البنات هنا واحد الملعقه حتى الملعقه ونصف، وكذلك كريم ديال الجليسيرين. حتى غادي نضيف الكميه اللي غادي يعني تجمع ليا هاد العناصر هذه. ما نقولش لكم البنات راه فيه هاد الجليسيرين فيه واحد الريحه غزاله صافي. وغادي نخلط العناصر مع بعضها، ولا لقيت يعني الكريم كتر من الشبه نزيد ندير الشبه. يعني هاد الخلطه هذه البنات راه كتبقى معانا مده طويله. حضرت معكم الوصفه الثانيه ودابا غادي نشرحها لكم. ها نتوما كريميه البنات، ها نتوما كيف ما قلت لكم وكيف ما شفتوا المكونات ديالها بسيطه وغادي تكون في اي منزل. هنا خوتي غادي نجيبو من بعد ما استعملنا الوصفه الاولى اللي هي كتنقي لنا المنطقه، غادي نجيو باش نستعملوا هذه الوصفه هذه اللي ضروري اصلا خاصنا نديروها في قنينه ديال الزاج ونوضعوها في الحقيبه ديالنا، وفين ما مشينا نوضعوها. حسينا بشي رائحه العرق اللي ماشي هي هذيك امام الناس، ندخلوا لشي مكان وننظفوه يعني بسرعه ننظفوا المكان وننشفوه وندهنوا هذه الخلطه هذه، ورجعي المكان ديالك بحال الا ما عمر ما كانت فيك الرائحه ديال العرق. غادي تجربيها وغادي ترجعي لعندي وغادي ترحمي ليا والديا، كيف ما الحمد لله دائما تدعيو معايا دعوه ديال الخير. نجيو المنطقه ديالنا وغادي ندهنوها على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل هذا. هانتوما كتولي كريميه. هانتوما قلت لكم البنات ديك الريحه ديال الجليسيرين غزاله 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 غزاله. انا كيف ما قلت لك هذا الجليسيرين ما كيخطانيش، وغادي نخليه. هانتوما شفتوا كي كتجي هانتوما على هذا الشكل هذا صافي. وغنخليوها في المنطقه ديالنا اللي عندنا فيها هذا المشكل هذا. من بعد ما نديروها ما نغسلو ما نشفو ما حتى شي حاجه، وندوموها وما غتبقاش نهائيا فيكم رائحه ديال العرق. هنا خوتي تيسالي الفيديو ديالنا، كنتمنى منكم انكم ما تبخلوش على اختكم سناء باللايك، اللي دائما كنجيب لكم الحاجه اللي كتطلبوها مني وكتستافدوا منها. وما تنساونيش من اللايكات. ومع السلامه الى فيديو قادم باذن الله، وتهلاو ليا براسكم.